السلام. اليوم راح نتحدث في هذا الفيديو عن تأثير الأسطورة داخل المنتخب، وكيف ممكن أنك تستفاد من وجود الأسطورة، وكيف ممكن أنك تضيع هذه الفرصة الثمينة. وراح نعطي مثالين بأسطورتين حيتين في عالمنا في كرة القدم، وهو ليونيل ميسي وأيضا كريستيانو رونالدو. فأنا في كأس العالم هذا، وأنا أتابع في كأس العالم، أتابع في بعض التفاصيل، في بعض الجزئيات الصغيرة، وجدت أن تأثير ليونيل ميسي على المنتخب الأرجنتيني كان كبير وكبير جدا، ممكن يصل إلى 70-80%. ناهيك عن الأهداف اللي سجلها والتمريرات اللي صنعها أو الأهداف اللي صنعها، بعيدا عن هذه الإحصائيات نتحدث عن حضوره هو كنجم أو كأسطورة داخل المنتخب، اللي كان هو الدينامو، اللي كان هو المحور اللي كان يلعب عليه، واللي كان مجمع لاعبي منتخب الأرجنتين. فلما نرجع إلى تصريحات بعض لاعبي المنتخب الأرجنتيني، أو ممكن أغلبهم، أكيد اللي كان يحبون وينوون ويحاولون الفوز بكأس العالم لأجلهم هم، لأجل أنهم يأخذون الميدالية الذهبية ويكونوا أبطال العالم، ولكن تصريحاتهم كانت دائما تقول نريد أن نهدي كأس العالم أو الفوز لميسي، نظيرا لما قدمه طوال مشواره مع المنتخب الأرجنتيني. على النقيض لما نروح إلى المنتخب البرتغالي، نجد أن كريستيانو يتم معاملته كعالة، كشيء زائد، كحمل ثقيل على المنتخب البرتغالي، وبهذا المنتخب البرتغالي يضيع على نفسه تأثير الأسطورة داخل المنتخب، لأن كريستيانو رونالدو حضوره وحده، أو ليونيل ميسي أو الأساطير هذه حضورها وحده في المنتخب راح يعطي ميزة وإيجابية كبيرة جدا. حضوره كأسطورة داخل المنتخب اللي ممكن أنه يرعب الخصوم، أيضا أنه ممكن أنه يعطي دفعة إيجابية لدى لاعبين المنتخب. أيضا ممكن أنه يكون كما قلنا وكما تم التعامل مع ميسي، يكون هو الدولاب ويكون هو المحور للاعبي المنتخب، اللي ممكن أنه يخلق بواسطته، ممكن أنك تخلق روح المجموعة، كما شاهدنا مع المنتخب الأرجنتيني لما تكاتفوا كلهم حول ميسي وخلقوا روح المجموعة ولعبوا بمجموعة مش بفرديات. فلما ترجع للمنتخب الأرجنتيني تشوف أن عبارة عن 11 لاعب في لاعب واحد، لعبوا قلب واحد وكلاعب واحد. فلما تشوف في منتخب البرتغال تجد أنه منتخب متفكك، ما كانش عنده أو ما استفادش من وجود كريستيانو رونالدو. حتى المدرب لم يستطيع أن يستفاد من كريستيانو رونالدو لما كان يجلسه أو كان يخليه في الدكة. ولما نرجع أيضا لتصريحات المدرب الرقراقي اللي يعتبره من بين أفضل مدربين في كأس العالم 2022، لما قال أتمنى ألا يلعب كريستيانو رونالدو في مباراة اللي كانت ما بين المغرب والبرتغال، وكان يقصد ما يعنيه، كان يقصد أن وجود كريستيانو رونالدو راح يكون ممكن أنه يكون دفعة إيجابية للمنتخب البرتغالي، سواء ضد تأثيره على الخصوم أو حتى تأثيره على اللاعبين، اللي ممكن أن يخلق لهم إيجابية ويخلق لهم جماعية. وهذا كما قلنا ما فرط فيه لاعبي وأيضا مدرب البرتغال. ولما نرجع لتصريحات كريستيانو رونالدو في قبل كأس العالم اللي تحدث فيه عن مانشستر يونايتد، وقال أن في بعض اللاعبين البرتغاليين خلينا نقول نوعا ما يحسدونه أو يغارون منه أو يكيدون له في مانشستر يونايتد، وكان يقصد برونو فرنانديز. كل التحليلات كانت تصب إلى برونو فرنانديز. فتخيل لو أن المنتخب البرتغالي التف حول كريستيانو رونالدو، حاول أنه يلعب بروح المجموعة، بمجموعة واحدة، حاول أنه يكون عازم على تقديم كأس العالم أو حتى الفضية أو حتى البرونزية لكريستيانو رونالدو، نظير ما قدمه للمنتخب طوال هذه 18 سنة. ممكن هو يلعب من 2004 على ما أظن، من يورو 2004 لما شاهدناه أول مرة لما كان في عمره 17 سنة. فشوف تضييع الفرصة أو شوف الجزئيات اللي تلعب عليها كرة القدم، وكيف يكون عندك أحيانا بعض الفرص اللي ممكن أنك تضيعها بعنجهية ممكن، أو حتى نقول أنانية. صراحة تأثير ليونيل ميسي على منتخب الأرجنتين كان واضح بشكل كبير جدا. كل لاعبين كانوا يحاولون أنهم يلعبون لميسي، وهذا كان حافز فوق الحافز أنه يلعب لنفسه لكي يجيب الميدالية الذهبية وكي يكون بطل كأس العالم.
فهذا هو التأثير الأسطورة اللي ممكن أن نستفاد منه كمنتخبات. حتى في منتخباتنا العربية عندنا كثير من النجوم اللي ممكن أننا نستفاد من هذه الميزة، ونخلي هذه النجوم تكون إيجابية للمنتخب وما يكونش تأثيرها سلبي على المنتخب. هذا اللي كان معنا بخصوص تأثير الأسطورة على المنتخبات، ما بين التأثير الإيجابي وأيضا التأثير السلبي. إذا عجبك هذا الفيديو ومحتوى هذه القناة تبقى علينا بالاشتراك، تفعيل زر الجرس، الإعجاب، التعليق، دعم هذه القناة. إلى الملتقى، سلام.